كلنا شفنا الاستقبال الكبير ديال لاعبي منتخب المغرب. استقبال كان اسطوري، كل ما تحمله الكلمه من معنى، حتى ان جرائد عالميه دعوا عليه وعلى التنظيم ديال هذا الاستقبال. وبطبيعه الحال كنا شفنا استقبال تاريخي لجلاله الملك للاعبي المنتخب المغربي وتكريمهم باوسمه ملكيه، وهذا هو موضوع الحلقه. شحال غيتخلصوا اللعابه لهاد الاوسمه؟ واش غادي ياخذوا شي كريمه على هاد الاوسمه؟ وواش هاد الاوسمه كتعطيهم حصانه يديروا اللي بغاو في هاد البلاد؟ وعلاش وليد الركراكي وفوزي القجع خداو اوسمه مغايره للاوسمه ديال اللعاب؟ واش زيد الفلوس؟ واش كاين شي فرق؟ تبعوا معايا كاملين هاد الحلقه اللي غتكون استثناء للاوسمه المغربيه. لما كتعطى هاد الاوسمه شحال كيتخلصوا عليها، وكيفاش يقدر شي واحد ياخذ وسام؟ كتاب القيلول قال على هذه الأوسمة اللي كيعطيها الملك محمد السادس، واللي سبق وعطاها الأب الراحل ديالو الملك الحسن الثاني. هضره كثير على شحال المبلغ المالي اللي كياخد أي واحد حاصل على وسام ملكي. كاين اللي كيقول باللي هذه الأوسمة كتعطى معاهم خلصة شهرية مدى الحياة، وكاين اللي كيقول قريمة، وكاين اللي كيقول أرض. المهم كله شنو كيقول. وغتلقى هاد الناس كامل اللي تيقولوا هاد الشيء ما عارفينش أصلا حتى نوع هاد الأوسمة وشنو الدرجات ديالها وكيفاش تاخذ وسام. وهنا هذه المهمه ديالنا، نجيبوا لك الحقائق على هذه الاوسمه ونوضعوك في الصوره. لهذا خلي معك واحد ابوني ولايك الفيديو واجي نشرح لك هذا البلان كامل. اول حاجه خاصك تعرف كمغربي هي شكون اللي كيعطي الوسام الملكي. الملك هو اللي كيعطي الوسام، ولكن راه ماشي غا اجي وعطي وسام. كاين مجلس الاوسمه كيترأسو الملك محمد السادس وهو رئيس الاعلى للمجلس، زائد رئيس ديوان الأوسمة اللي هو وزير القصور الملكية والتشريفات، والنائب ديالو اللي هو مدير التشريفات الملكية للأوسمة، وأعضاء آخرين كيختارهم الملك مفرقين كل واحد على حسب نوع الوسام. حتى هنا كلشي مزيان. دابا اجي نعرفوا انواع هاد الأوسمة من اقل درجة للاكثر، ونعرفوا الرتبة ديال الوسام العرش اللي خداو اللعاب. اقل وسام كيجي في الرتبة هو الوسام العلوي، وهذا خاص برؤساء البعثات الدبلوماسيه والاعضاء ديالها اللي كيقوموا بالواجب الوطني، يعني كيديروا شي حاجه صالحه للمملكه. وكيجي وسام الاستحقاق الوطني، هذا كيتعطى الموظفين ديال الدوله على الاخلاص والخدمه ديالهم واللي قدموا شي حاجه جليله للدوله. وكاين وسام الاستحقاق العسكري، وهذا خاص بالضباط اللي دربوا الجنود وعلموهم كيفاش يدافعوا على البلاد. وكيتعطى حتى للعسكر والجنود اللي داروا شي حاجه وقدموا شي تضحيه للمغرب. هذا الوسام فيه درجات. الدرجه الاولى هي درجه الحماله الكبرى، وكاينه درجه ضابط كبير، ودرجه قائد، ودرجه ضابط، واخيرا كاين درجه فارس. كيجي وسام الكفاءه الفكريه، هذا كيتعطى للمفكرين والعلماء والمبتكرين اللي قدموا شي حاجه كتنفع هاد البلاد، والناس ديال الثقافه والفن والحضاره والمغنيين والمطربين وغنت غادي. كيف قلت لكم حنا دابا غاديين وكنطلعوا في درجه الاوسمه. دابا كيجي الوسام العسكري. الاول كان وسام الاستحقاق العسكري، ولكن هذا سميتو الوسام العسكري. الفرق بيناتهم هو ان الوسام العسكري كيتعطى فاش كتنوض الله يحفظ شي حرب ولا شي روينه في البلاد، كيتعطى فاش كتنوض الله يحفظ شي حرب ولا شي روينه في البلاد، وكيتعطى للجنود والمخازنيه والجدارميه فاش كيديروا شي خدمه ناضيه ملي كتنوض الحرب ولا شي حاجه في البلاد. فهاد الوسام كيجي كمكافاه ليهم على الانجاز وهذا الولاء للدوله. كيتعطى اكثريه للجنرالات ولي كولونيل اللي تولاو القياده في هاد الحرب. وكاين وسام المكافاه الوطنيه، فيه درجات، فيه الحماله الكبرى ودرجه قائد ودرجه فارس. ودابا غادي ندوزو لوسام العرش، وهذا هو الوسام اللي خداو اللعابه. هاد الوسام خاص للشعب، كيتعطى للمغاربه اللي قدموا شي حاجه للبلاد، شي خدمه جليله، شي تشريف ولا اي حاجه بحال هكا. وفيه جوج درجات، كاين درجه قائد وهي اللي خدا السيد فوزي القجع والمدرب وليد الركراكي، وكاين درجه ضابط وهي اللي خداو اللعابه كاملين. وفيه حتى درجه فارس وهو الوسام اللي خداو الطاقم التقني ديال المنتخب. من ورا وسام العرش كيجي
وسام الولاء. هذا كيكون الناس اللي برنوا على الولاء ديالهم للسد العالي الملك محمد السادس، وكيكرمهم بوسام سميتو وسام الولاء. كاين وسام الاستقلال، هذا ما بقاش كيتعطى، وكان بان اول مره في عهد الراحل الحسن الثاني بعد الاستقلال ديال المغرب، وتعطى للناس اللي ساهموا بدمهم والارواح ديالهم في هذا الاستقلال، مقاومين وجيش التحرير. ودابا غادي نجيو لاخر واعلى واغلى وسام في الاوسمه، هو الوسام المحمدي. الوسام المحمدي مخصص للملوك ورؤساء الدول والعائلات الملكيه والامراء الاجانب، وفيه 3 ديال الدرجات. كاينه الدرجه الممتازه واللي هو اعلى درجه في المملكه، ما كيكونش ميداليه ولكن كيكون عباره عن شكل قلاده كامله بالذهب الفري ومرصعه بالاحجار الكريمه. مزيان، دابا سالينا مع انواع الاوسمه. ومن بعد غنقول لكم ان اي وسام في هذه الاوسمه فاش كيتعطى لشي حد كتعطى معاه واحد الشهاده فيها الطابع الملكي، وما كتعطاهم حتى كيتسجلوا في ديوان الاوسمه وكيخلصوا الاداءات المترتبه عليها. ويلي حتى كيفاش كيخلصوا على الاوسمه؟ الوسام الملكي ما كتعطى عليه حتى شي جائزه ماليه او قيمه في المقابل. الوسام ما عندوش ثمن، وهذا داخل في البروتوكول والثقافه الملكيه. وسام كيتعتبر اغلى من اي ثمن. وكيفاش هاد الناس كيأديو رسوم الاوسمه؟ غنقول لك، كاينه قائمه بالاثمنه كيخلصوها في الخزينه العامه، كل وسام والثمن ديالو مع الدرجه ديالو بطبيعه الحال. وبالنسبه للحصانه كيفاش بلانا؟ واخا مثلا شي واحد سبق وخدا وسام ملكي ودار شي زبله وتشد ولا تحكم عليه بشي حاجه، هنا كتدخل العقوبات الصادره على مجلس الاوسمه، وكتبدا بالتوبيخ، تحذير او حذف الوسام وكيحيدوه ليه، وكتكون العقوبه على حساب نوع الجنحه اللي دار مول الوسام. في الاخير فرا الوسام ما كيشد عليه حتى شي واحد شي ريال، ولهذا فاللعابه فاش خداو الوسام الملكي ما خداو عليه حتى شي ريال، ولكن يكفيهم شرفا داك الوسام. وصوت الأطلس الأبطال اللي فرحوا 40 مليون مغربي وربحوا الحب ديالهم كاملين. هذا الحب هو أغلى حاجة يقدروا يربحوها أكثر من الفلوس.